فين الحكمة لما يستهتر الأولاد ببر الوالدين ويستهتر الوالدان بالدعاء؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر منهم صاحب جريج، وجريج كان رجلا عابدا واتخذ صومعة للعبادة، وجاءته أمه تناديه يا جريج، فكان في الصلاة فقال يا رب أمي وصلاتي، فلم يرد عليها. جاءته في اليوم الثاني نفس الأمر، جاءته في اليوم الثالث نفس الأمر، حتى قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. وفعلا ابتلي، ولكن الله سبحانه وتعالى أخرجه من هذا الابتلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. فنستفيد من ده خطورة الاستهتار ببر الوالدين، وأيضا نستفيد خطورة الاستهتار بالدعاء على الأولاد.